في ناس لما بتسمع كلمة عثمانيين على طول بتيجي في بالهم صور لجنود أقوياء سلاطين بيحكموا نص العالم وفتوحات من شرق أوروبا لحد قلب آسيا. بس الحقيقة مش كل السلاطين العثمانيين كانوا عباقرة أو قادة عظماء، في منهم اللي كان كارثة بكل المقاييس، كارثة على الدولة، على الشعب، وعلى التاريخ نفسه. النهاردة هنتكلم عن أسوأ 5 سلاطين عثمانيين واللي ممكن نقول عليهم بكل أريحية كانوا سبب في بداية النهاية. Who are those men? والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. في المركز الخامس السلطان إبراهيم الأول، والمعروف بإبراهيم المجنون. إبراهيم يا جماعة كان حرفيا خارج المنهج. الراجل اتحبس في القصر طول شبابه، وده كان تقليد عثماني اسمه الحبس السلطاني علشان يمنعوا الانقلابات. بس لما طلع للحكم الدنيا ولعت. ما كانش عنده أي خبرة في الحكم وبدأ يتصرف تصرفات غريبة. يعني مثلا كان بيغير كل حاجة حواليه، ومراته اللي كانت متحكمة فيه جدا بدأت تسيطر على القرار السياسي. وطبعا انتوا عارفين ايه اللي بيحصل لما واحدة ست بتحكم بلد. وكان من الحاجات العجيبة انه أمر بإغراق حرملك كامل من الجواري لانه شك انهم بيتآمروا عليه. يعني راجل مجنون رسمي. والدولة في عهده بدأت تضعف اقتصاديا وعسكريا، والانحدار كان واضح. وبعد 8 سنين من الكوارث الناس قالوا كفاية، وتم عزله واتقتل بعدها بشوية. في المركز الرابع السلطان مصطفى الأول، رايح جاي من العرش مرتين. مصطفى ده كان مثال حقيقي انك ممكن تكون سلطان وما تعرفش تحكم. الراجل حكم مرتين، وفي المرتين كانت الدولة في فوضى، والسبب انه كان شخصيته ضعيفة وما كانش فاهم اي حاجة في اي حاجة، ولا في سياسة ولا في حرب. كان دايما بيغير رأيه وما عندوش القدرة انه ياخد قرارات حاسمة. وده خلى الانكشارية اللي هي كانت اهم جزء في الجيش العثماني يسيطروا على كل حاجة. وبالمناسبة دي مش حاجة كويسة خالص. كان بيمر على حكمه زي الضيق، وفي الاخر تم عزله واترمى في القصر زيه زي زمان. في المركز الثالث السلطان عبد الحميد الثاني، السلطان اللي قفل على نفسه الباب. دلوقتي في ناس هتزعل مني، بس استنى. السلطان عبد الحميد كان ذكي، ما اختلفناش، وكان بيعرف يدير الامور ببراعه في البدايه. بس المشكله انه بقى شكاك جدا وبدا يحكم بخوف رهيب، وده خلى الدوله تدخل في مرحله الاستبداد الكامل. قفل البرلمان ورجع الحكم المطلق، وده سبب ثورات كتير وخصوصا من الحركات القوميه جوه الدوله. واللي زاد الطين بله انه تجاهل التقدم الاوروبي وركز انه يفضل في الحكم باي ثمن. وفي عهده بدا انهيار الامبراطوريه، وخسر اراضي كتير في البلقان، وبقى في نغمه احنا لازم نثور. وفي الاخر الجيش عزل وقالوا له باي باي يا باشا. في المركز الثاني السلطان محمد الرابع، السلطان اللي ضيع اوروبا. محمد الرابع يا جماعه كان في الاول طفل صغير، وبعدين لما كبر ما كمل. الراجل كان بيحب الصيد اكتر من الحكم. حكمه الطويل كان مليان مشاكل، بس اكتر لحظه سودة في عهده كانت هزيمه فيينا سنه 1683، واللي اعتبرها المؤرخين بدايه تراجع الدوله العثمانيه في اوروبا. الجيش انهزم، الحلفاء الاوروبيين اتوحدوا ضد العثمانيين، والهيبه بتاعت الدوله راح. وبدل ما يحاول يصلح فضل في القصور يتفسح لحد ما الناس قالوا له كفايه كده. اما بقى في المركز الاول سليم الثالث، بدايه نهايه الحكم العثماني بحقه حقيقي. السلطان ده كان جاي بفكر جديد وعايز يصلح، وده حلو. بس المشكله انه دخل يصطدم مع الكل مره واحده. حاول يطور الجيش ويعمل اصلاحات زي اوروبا، بس الانكشاريه اللي كانوا مافيا بمعنى الكلمه رفضوا ده تماما. وعلشان كان ضعيف الشخصيه ما قدرش يفرض سيطرته، وفضل يحاول يرضي الكل، وفي الاخر اتخلع واتقتل. ومفيش حاجه من الاصلاحات دي اتنفذت، وبكده دخلت الدوله في دوامه النهايه. الخلاصه مش دايما الحاكم القوي هو اللي بيبني، ولا الحاكم الطيب هو اللي بيكسب. الدوله العثمانيه كانت امبراطوريه عظيمه، نصرت الاسلام ووحدت المسلمين ورفعت رايه لا اله الا الله. لكن كتير من السلاطين كانوا عبء عليها، والخمسه اللي اتكلمنا عنهم كانوا من اسوأ الناس اللي حكمت وفتحوا الطريق لانهيار الدوله بعد كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. Who are those men? والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد.